فيستون مايلي بيضغط على إدارة بيراميدز للرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، وبالتالي قال مصدر مسؤول في نادي بيراميدز إن اللاعب تلقى عدة عروض صيفية حالية بمقابلات كبيرة جدا، وإن اللاعب عايز يخوض تجربة جديدة وبيضغط على الإدارة للموافقة على العروض. وبالتالي العرض القادم هو من نادي الفتح السعودي مقابل راتب 3 مليون دولار سنويا للاعب، وده مبلغ كبير جدا بالنسبه للاعب، وبالتالي ضاغط عشان يتوافق على العرض. في نفس الوقت اداره بيراميدز فعلت بند التجديد لموسم اضافي القادم بالنسبه لفيستون مايلي مع نادي بيراميدز، اللي كان المفروض عقده ينتهي هذا الموسم ويرحل الموسم الحالي في الصيف، لكن بند التفعيل قرر نادي بيراميدز تفعيل البند التجديد لفيستون مايلي، وفيستون مايلي موافق على اي عرض يجي لنفسه، وفريق بيراميدز او اداره بيراميدز موافقه على العروض القادمه، لكن بشرط انها تتقابل او تتلقى مقابل مادي كبير يتناسب مع قيمه اللاعب.